أكلة العراقيين كلهم يعرفون يسووها، بس المو عراقيين دائما يسألوني شلون يسووها شلون تاكلوها، واللي هي طماطة لاجعة أو طماطة لاجعة على طريقة الشيف شاهين. قطعهم على شرايح تكون دائرية شوية ثخينة، وراح ناخذها القصة مالتنا بالعرض حتى ما تتفلش عندنا الطماطاية. أول شي ناخذ لنا طماطاية وحدة مقشرة لأن أنا ما أحب القشر. ثاني شي نقطعها بالعرض على مود شنو لا تتفلش أثناء الطبخ. ملاحظة لا تملحوها هسه أبدا، بعدين نذب الماي مالتها وما تلجع ويصير عندنا كلش دبلانة تتفلش أثناء الطبخ وما تبقى عندنا حلقة. الملاحظة الثانية من شيف شاهين لا تملحوها أبدا بالبداية. طاوة تكون نون ستيك من هاي المتلزق مبعواني شوي مشخطة، المهم مو مشكلة ما حد شاف. راح نشيلها ونخليها على نار كلش عالية، لازم الطاوة مالتنا تصير كلش حارة. ونسمخ هذا الماعون على صفحة ونجيب الطاوة مالتنا المتورثيها عبر بس الأجيال. راح نخلي بالطاوة مالتنا شوية سمنة. أنا ما عندي سمنة صراحة، بس تقدرون عاد تستعملون زيت مثل ما الطماطة مالتنا ونخليها بدون ما تتحرك، وأهم شي نصفها طبقة واحدة حتى تاكلها تصير عندنا لاجعة. وننزل طماطات مالتنا وحدار اللف، ولا ضروري تكون طبقة واحدة مستويات. وراح نبقيها مدة 5 دقائق بدون ما نحركها. راح نشيل هاي الطماطاية ونقلبها. أيوباه بعد خلصنا 5 دقائق بعد ما تحمصنا نقلبها. قلنا بيها بيضة واحدة عجب يعني بالعادة. بس نحط زيت شوي بالنص ونطق البيضة الأولى وهاي البيضة الثانية. راح نحط فوقها طن ملح، نجيب مثل ما قال الشيف طعم ملح فوقها. بدنا خبزاية. بسم الله ما شاء الله خلصت بسرعة. شكرا للمتابعة، في مان الله. وأخيرا خلصت الأكلة مالتنا، وهسه صار وقت نجربها. خبزة نفتحها ونذوق اللقمة الأولى ونقول بسم الله. لا ضروري لقمة ثانية على مود نقدر نقيم. نصيحة جربوها. شكرا شيف شاهين.